السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في النهاردة في فيديو جديد، بس فيديو طعم جدا ولذيذ جدا. عاملين صوابع الكفتة المتينة اللي انتوا شايفينها دي بكمية صغيرة من الكفتة. هنحط مكون صحي في سر كمان في الكفتة عشان تطلع جميلة جدا. هنعملها زي كفتة الحاتي كده بس بطريقة سهلة وبسيطة، وطلع جوسي وجميلة وشكلها زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. ان شاء الله المقادير تعجبكم وتجربوها والطريقة كمان تعجبكم. انا ده بعد ما كنت خلاص خلصتها بجد يا جماعة، كانت النتيجة جميلة جدا جدا جدا. يلا معانا تعالوا نروح على المقادير بتاعتنا. معانا نص كيلو من اللحمة، يكون فيها نسبة دهون حوالي 100 جرام. معانا بصلتين مفرومين ومعصورين، فلفل احمر، فصين توم. دي كوباية من البرغل البلدي المجروش منقوع ومعصور. وده المكون السري اللي قلتلكوا عليه اللي هو البيكربوناتو او بيكنج باودر. هنحط معلقة صغيرة مليانة او خليها معلقة كبيرة. ومعانا 4 معالق بقسماط. والبهارات معانا توابل كفتة، كزبرة، كمون، فلفل اسود، توابل لحم، وشوية من جوز الطيب. جوز الطيب حلو قوي في اللحوم. عندك مطحون الحبهان على ورق اللورة حطيه. ده اتفقنا. كوباية مليانة من البرغل البلدي المجروش اللي هو يعني الناعم شوية ومعصورين. والبصل معصور. على فكرة ممكن تكتري كمية البصل عن اللي انا حطاها، مش هيقولك لا. كتري كمية الفلفل، مش هتقولك لا. تمام، هتزيدي الكمية، بالعكس معاكي هتزيدي الكمية. هنحط البهارات الحلوة معانا. الخطوة دي مهمة جدا ان انت تحطي بالطريقة والترتيب اللي انا حطاه ده. دي توابل الكفتة اللي هي ايه الترتيب، اللي هو الترتيب اللي انتوا شفتوه قدامكم، اللي هو البرغل عليه الحاجات كلها الباقية مع البهارات مع البقسماط. تمام، وتدعكي دول كويس جدا لوحدهم الاول. زي ما قلتلك حطي المكون السري معانا بيكربوناتو او بيكنج باودر، هنقول معلقة كبيرة ممسوحة. الخطوة دي مهمة جدا ان انت تفركي كده عشان طعم البرغل بس ما يضغاش معاكي على طعم اللحمة، يبقى برضو متنكه معاكي، فيبقى ايه يعني واخد شوية بهارات اهو حلوين، واخد البصلة وكده والفلفل وفصين الثوم، فتمام. زي ما قلتلك النص كيلو حط عليه 100 جرام من الدهون. مش اي دهون، في دهون بتبقى عند الجزار مش حلوة، بتبقى بتشد معاكي رخمة كده في الاكل. لا، احنا نحط حتة دهنة مثلا ليا، حتة من المنديل، حتة تكون بتسيح يعني بالطعم اللحمة. انا لازم تفرميها في الكبة كويس جدا. ما عندكيش كبة، تاخدي الخلطة الحلوة اللي انت عملتيها دي كلها، روحي بيها للجزار بتاعك يفرمها لك ينعمها لك. دي يا جماعة عشان تنجح معاكم الكفتة. انا بليت ايدي كده عاملة شوية عندك مية بصل كده بملح وفلفل وحاطة فيها شوية بابريكا. بتاخدي الحجم الكفتة اللي انت عايزة. انا هعملها صوابع مليانة تخينة شوية على السيخ كده. انا مش هسيبها في السيخ، انا هعملها زي ما انتوا شفتوها قدامكم في الجريل. انا مش هسيبها على السيخ، انا واخده السيخ بس عشان اصبع عليه. في كده رسمه لشكل صابع الكفته بيعملوها، بتتعمل بالطريقه دي يا جماعه، بالصابع التالت كده، وتبداي تضغطي. لو هتسيبيه على الاسياخ الخشب بتاعتك، او لو عندك اسياخ تانية بتاخد الشكل ده تعمليها مره واحده على السيخ. لكن انا مش، هي اصلا مش هتاخد الشكل لو انت هتشيليها من السيخ. انا بوريكي لو عايزه تعمليها بالشكل ده اعمليها على اسياخ وسيبيها عليه عشان تاخد شكل انسيابي كده، شكل الصابع يبقى جميل. انا بجيب كيس تلاجة كده وتبدأي تروحي وتيجي بايدك كده بالشكل اللي انت شفتيه ده. برضو ببل ايدي من المية اللي كانت معايا دي اللي قلتلكوا عليها.
انا هعمل معاكم كذا صابع كده. دي كويسة جدا يا جماعة ان انتي تفريزات الشهر تعمليها. طبعا بنبل ايدينا ونصبع. لازم نصبغ الكفتة كويس جدا. يعني ايه؟ يعني ان احنا نفضل ندعكها في ايدينا شوية، نحسها كده نعمت واخدت حرارة ايدينا. تمام؟ شايفين كده اهي، انا بفضل راحة جاية راحة جاية لغاية ما شاء الله ما بياخد معانا الصابع شكل جميل بالشكل ده. زي ما قلتلك من تفريزات الشهر اعمليها وحطيها في الفريزر وتطلعيها على الاستخدام على طول. الحركة دي مهمة جدا يا جماعة، ان انت تفضلي ماسكة حتة الكفتة وتلفيها في ايديكي شوية كده زي ما قلتلك، وتبدأي تحطيها على السيخ بتاعك. برجع ابل ايدي تاني مية كده وبروح وباجي وتساوي من فوق ومن تحت. ما شاء الله ادانا صابع شكله جميل قوي. الكفتة دي هتشرفك عزايم، عندك عزومة حلوة اعمليها طبق رئيسي، هتشرفك جدا قدام ضيوفك. انا خلصت الكمية ما شاء الله ما شاء الله. انتوا شايفين الكمية معانا حلوة قد ايه؟ لو كترتي بصل كترتي فلفل احمر هتزيد معاكي الكمية. هو هيطلع لك حوالي كيلو وشوية، النص كيلو. انا بحط كده حاجة بسيطة خالص من الزيت، وحاطة فحم عشان هولعها عشان اديها ريحة الفحم، بما اننا هنعملها كده على البوتاجاز. طب انتي ما عندكيش جريل، مش مشكلة، اي صينية عندك ما بيلزقش فيها تدهنيها زيت وتشتغلي زي ما انا بعمل. مش عايزة كده، عادي خالص كأنك بتعملي كفتة في الفرن. هتدهني برضو الصينية بتاعتك وترصيها ودخليها الفرن على حرارة عالية، هتتشوى معاكي برضو. هتبدأي بقى ترصي كده صابع جنب صابع جنب صابع. ما شاء الله هي ملات لي الجريل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. ما اقولكوش بقى يا جماعة والله على ريحتها وطعمها كان ازاي، كانت تحفة بجد، هتعجبك جدا. هترصي كده كل الكمية. احنا التسوية الاول بتسخني الحاجة اللي هتعملي فيها دي كويس جدا، تتسخن كويس جدا عشان تاخد الصدمة. وبعدين لما هنحط الكفتة هنوطي شوية. تمام؟ ما نفضلش سايبين النار عالية بالشكل ده. انا بقى بدأت اقلب فيها اهو. انتي هتبصي هتلاقيها هي من فوق كده بدأ لونها يغير، ومن الجوانب في الوقت ده هتبدأي انتي تقلبيها. الصابع ما اقولكوش، انا دقتها في اخر الفيديو، اما بيبقى تخين كده يا جماعة بتحسي بايه وانتي بتاكليه؟ جوسي بقى كده، والصابع متين كده زي ما بيقولوا. الكفتة ما بتبقى رفيعة على فكرة بتنشف منك وما بتبقاش حلوة. كل ما الصابع بيبقى تخين بتبقى حلوة. يعني دي نصيحة مني كده، جربوها. لو انتي دايما متعودة تعملي الصابع رفيع، لا اعمليه تخين وجربي. انا قلبت كل الكمية ويا جماله بقى. شايفين بقى المنظر؟ هتقلبي كل الكمية وفحماية حلوة كده وايه وتفحميها. انا شويت معاه كده فلفل حامي وطماطم عادي، بحطها على الجريل كده بعد ما سويت الكفتة، وحطيتهم الاول كلهم في حاجة عميقة، وتحطي حتة الفحم في فنجان او في حتة ورق فويل عندك وفحمتها.
ما شاء الله يا جماعة بقى، بصراحة تحفة. زهقانة برضو في العشاء كده ونفسك تاكلي حاجة كده، يعني بدل ما تطلبي من بره، عارفين الحاجة بقت غالية قد ايه، تكوني انتي مجهزاها كده زي الشطرة في الفريزر زي ما قلتلك، وتطلعي لك كفاية 70 في الرغيف والله. هو الصابع ما شاء الله، الصابع محترم زي ما انتوا شايفين كده، وشوية طحينة وما شاء الله، بألف هنا وشفا. انا ما اقولكوش بقى كده دقت صابع وهو سخن، الله الله الله. استنوا انا هنقي واحد دلوقتي يكون كده مالي نفسه كده وهدوقه لكم. ده ناكل ده، شايفين طريقة ازاي يا جماعة؟ والله جميلة جدا ما شاء الله. هو ده بقى اللي انا دقته، الله جميلة قد ايه، جميلة وطرية. بصوا لا ناشفة بقى ولا حاجة، وفيها ريحة الفحم، واخدة ريحة الفحم، تحفة والله تحفة. بصوا انا يعني نسفت الصابع. جميلة والله من جمالها، معلش اعذروني بقى، عارفة ان انا جوعتكم. اتمنى بقى النهاردة الكفتة المتينة دي تكون عجبتكم، بألف هنا وشفا للي هيجربها بإذن الله. وبعتولي في الكومنتات عملتوها وايه الاخبار، عجبتكم ولا ايه؟ طبعا هتعجبكم والله، وبجد بجد هتعجبكم. ألف هنا وشفا، ألف هنا وشفا. متنسونيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب كده على الأكلة الحلوة دي. أسيبكم بقى في أمان الله ورعايته، مع السلامة.